gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa waxa uu sheegay inuu guddi u saaray cabasho ay u soo gudbiyeen qaar ka tirsan haweenweynaha Somaliland oo ka cabanaya buug uu qoray wasiirka warfaafinta Somaliland oo la sheegay in lagu aflagaadeeyo qaybo kamid ah haweenka Somaliland. gudoomiyaha ayaa sheegay in guddidan ay waqti kooban ugu keento xog muujinaysa cabashada ay haweenku qabaan waxaana uu yiri cabashadii Allah waa ka dhagaagtay وانا كدين ما ينبغى لك هذا الكوبر التوي بينه عبد القادر وياي دمر كيوس دمر ودم باي هذا مريسا دمر قوس باي هذا دمر ودم باي مريسا ويسوقنا هنا الفرق هذا لا ينقطع هنا نفلك قادنا الحين يرين ما بصير وياي قد إنه صار ودي وتضام سوى سعيد وستير بين وقدك فضوالا يحق إياها ومروا البخل مان وإنه أكو هذا جاي إنه قالوه كميدي ورينا قالوه كميدي واي ودي صدري حقيقة وكل شيء هذا الكيكة توت وهذا الكيكة توت وريا هذا هذا الكتوت والتوت قالوا أنت إسماعيل بانو قدومية دقنا جواب توسعش هكذا يا هري هنا قولنا هذا الكتوت وفي مغرب مايان مايان كاسارة قوله يا دم فريسة قولنا كو وحا هنا هري قوله هنحيروه فسحي بينو قلنا بري لغا بلابو شنية طبعا عشو فسحة شنية فرطن عشو وفسحة إنو كاغادرين ساسا كمات dhinaca kale waxa iyaguna ka soo horjeestay guddidaasi uu saaray buug ay haweenku ka cabanayaan xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan